لو بتفكر تسافر تركيا قريب لازم تعرف ان كل المصريين محتاجين فيزا مسبقة، والموضوع بيعتمد على سنك والفيزا اللي معاك. يعني لو سنك اصغر من 15 سنة او اكبر من 45، لو معاك كمان فيزا شنجن او امريكا او انجلترا لازم تكون سارية. تقدر بقى بعدها تطلع الفيزا الالكترونية اونلاين في ثواني وتدخل بيها عادي، بس بشرط تسافر على خطوط طيران معينة زي مصر للطيران او تركيا. اما بقى لو سنك بين 15 و 45 سنة وما عندكش فيزا داعمة، هتحتاج تقدم على الفيزا العادية من خلال مكتب فويا، وتجهز ورقك اللي بيشمل كشف حساب بنكي لاخر 6 شهور واثبات مهنة وصور شخصية. وتكلفة الفيزا دي $203 بتدفعهم كاش. خد بالك بقى ان التصريح الامني اساسي لو سنك من 12 ل 40 سنة ومسافر من مصر، وكمان لو هتعمل ترانزيت في تركيا اكتر من 6 ساعات. الفيزا الالكترونية بتديك اقامة 30 يوم، والمهم تكون الفيزا الداعمة سارية وقت دخولك لتركيا، مش شرط طول مدة وجودك هناك.